السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحلل لكم ماتش الأهلي وأورلاندو بايرتس، وأتمنى يعجبكم، ولايك وشير لأخوك مصطفى، وأتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم بإذن الله. لكل عشاق الكورة بإذن الله يا رب. هنبدأ اللقاء النهاردة. الأهلي بيلعب على ماتش الصدارة بين الأول والتاني، وللأسف الأهلي بيمنى هزيمة 2-1 على أرضه وسط جمهوره، وذلك لأسباب إدارية، لأسباب فنية، لكل الأسباب فيها يعني بصراحة. الأهلي النهاردة بيعمل ماتش وحش. الأهلي يعني يفرغ من نجومه. الأهلي فنيا مش في احسن حالاته. الاهلي كلعيبه مش في احسن حالاتها برضو. حاسه بهزه فنيه كده، حاسه ان في خلل، مش بتلعب باريحيه. كل ده يعني موجود في الاهلي حاليا، ونتمنى من الله يعني ان الكابتن محمود يرضى علينا ويجيب لنا صفقات تهدي الرأي العام وتهدي لعيبة الأهلي اللي هي نفسها حاسة إن هي كل واحد مش بيلعب في مكانه، وحاسة إن هما مثلا بيلعبوا بالفريق الاحتياطي. في حاجات كده بتحصل بتخلي اللعيب اللي جنبك مش مطمن. يعني اللعيب اللي هو الأساسي مش مطمن إن حاسس إن في بدايل بتلعب. بيحترموا كل حاجة وصاحبه واخوه، بس يعني ما اوقات كده بيخلي في هزة ما بينه، هزة او ازمة ثقة ما بينه وما بين بعض يعني. الاهلي على ارضه وسط جمهوره النهاردة بيبدأ بشوبير حارس مرمى، بيلعب 4-2-3-1. بشوبير راس حارس مرمى، قدام منه من الشمال 4 كوكا، يا رامي ياسر، على اليمين خالد عبد الفتاح صاحب الكوارث. قدام منه مروان عطية وكريم ندفد. قدام منهم قفشة، وعلى اليمين عمر الساعي، وعلى الشمال إمام عاشور، قدام منهم راس حربة وسام. بتبدأ المباراة بجس نبض بين الفريقين، ولكن أورلاندو بيبدأ بهجمة مرتدة، هجمة بيضرب فيها كل الدفاعات وكل الخطوط، ولحسن الحظ بيتصرف فيها وحش وبيضيع الفرصة، وما بيطمعش ويشوط يعني. والحمد لله كده، سواء كده الماتش يعني بنقوله من الأول يعني. بعد كده مس باص وتأخر من إمام تؤدي إلى هجمة أيضا، ولكن بتضيع فوق العارضة. تمريرة ذكية وجميلة من عمر الساعي، اللي بقول لكم إن عمر الساعي مستقبل النادي الأهلي يا جدعان بإذن الله. ولكن بيلعبها لندفد بينية، وندفد بيلعب الكرة تطلع ركنية، تتلعب الركنية بعد كده، بيحصل باص بينه وبين ندفد وقفشة. وقفشة بيعمل عرضية ولا أروع، ولكن ياسر إبراهيم بيضيعها بطريقة ولا كأنه أحسن مدافع لفريق أورلاندو بايرتس. بيلعبها وحشة جدا. بعدها هجمة من مروان عطية، وخالد بيحطها حلوة للساعي، بيحطها خالد عبد الفتاح في الجون، وتترد عمر الساعي بيعمل باكورد يعني ولا أروع، بس ولكن تطلع فوق العارضة بصراحة، ما بتظبطش الدنيا معاه يعني. ويعني لعيب واعد بصراحة، وكان عامل شوط هايل. بعد كده الاهلي بيستحوذ بمجموعه باصات، وعمر الساعي عامل ماتش كويس زي ما بقول لكم، وعنده ثقه في نفسه كده. بحترم اللعيب ب20 سنه ولا 21 سنه بيبقى عنده الثقه دي في نفسه وسط كوكبه من النجوم. بتخلي برضو تخلي اللعيبه اللي معاك واثقه فيك، وبتودي لك الباص لغايه عندك يعني، وانت بقى عارفين ان انت هتعرف تتصرف. تسديدات متتالية من عمر الساعي وعاشور، كحل من الحلول المطلوبة. المفروض يعني الأهلي عنده دلوقتي الحلول دي، بس طبعا كان واحدة راحت فوق العارضة، والتانية صدها كانت في نص الجون بتاعت إمام عاشور.
اورلاندو يعني بيروض الماتش شوية عشان يخرجوا بالشوط الاول بالتعادل، او لو عرفوا يخطفوا هدف يعني الموضوع يحصل تمام زي الفل. ولكن الشوط الاول طبعا بيطلع تعادل 0-0. طبعا تكرر ضرب خط الدفاع في الاخر في الدقيقة 39. الموضوع الاهلي يعني بيتحرك تحركات ساذجة، من سواء من خالد عبد الفتاح سواء رامي ربيعة. ولكن وبرضه ابراهيم ياسر ابراهيم بيغلط برضه الغلطات دي، وتلاقي نفسه تلاقيهم اتسحبوا لقدام والكرة بتخش بينية. دي حاجات من المفروض الدفاع يعني اذكى من كده فيها، لو هيروح يبقى عارف انه هياخد، انما ما بيعش نفسي لباص بيني زي كده يخلي فيه انفرادات عليا. ده المفروض الاهلي او مساكين الاهلي يعني او باكات الاهلي تتعمل. شوفنا ماتش برشلونة وريال مدريد، كان ليفا بيعمل ايه في الباصات البينية دي. يعني بصراحة احنا بنبيع نفسنا في الموضوع اللي زي كده، بعيدا عن تشبيه الماتش ده بالماتش ده يعني. لكن ياسر ابراهيم برضو بينقذ الموقف لفريق كان يعني المفروض كان هيكلفنا هدف برضو. آه، بعد كده يبدأ الشوط التاني، والأهلي زي ما هو، هجمة خطرة من أورلاندو برضو كالعادة. وللأسف خالد عبد الفتاح برضو عليه علامة استفهام كبيرة. أنا شخصيا يا إخوانا مش مقتنع بخالد عبد الفتاح في المكان ده بصراحة، يعني كباك يمين يعني مستوى نزل. ممكن أقول لكم كان في الأول كان في حدة يعني كان مستوى كويس، كان لعب فترة كمساك وحصلت منه يعني إن هو عملها كويس، بس رجع بعد كده برضو حصلت أخطاء وكوارث منه. فلا بصراحة يعني خالد عبد الفتاح مكانه حاليا مش النادي الاهلي بما يرضي الله يعني، وربنا يوفقه ويرزق يعني. يا رب يروح ريال مدريد بس يروح بعيد عن الاهلي. ندفد بكرة الإمام منه القفشة، ولكن الدفاع بيروض الكورة وبتوصل لحارس المرمى كده بعد كده خفيفة. هدف أول لأورلاندو وخطأ من ثنائي الدفاع زي ما بقول لكم، رامي وخالد عبد الفتاح يعني. وينجح أورلاندو في ما يريد في الهدف الأول زي ما بيقولوا بطريقة ساذجة بصراحة. هدف ما يدخلش في فريق مع احترامي لدرجة تانية، مع احترامي لكل فرق الدرجة التانية بصراحة، في اتنين مدافعين بقيمة رامي ربيعة وكابتن خالد عبد الفتاح، اللي زي ما بقول لكم مش مستوى الأهلي بما يرضي الله يعني. ولعيب كويس بس مش تيشيرت النادي الأهلي بتاعه. بعد كده هجمة واعدة لإمام وسام. ضحى في يعني يصدها الحارس. وترويض من الحارس عمل ماتش كويس برضو. والأهلي عامة يعني بعد كده ضغط وعرضيات بلا صاحب ولا وهجمة من قفشة، ولكن بجوار القائم برضو يعني. ضغط كان سلبي مش إيجابي بصراحة. نزل بعد كده الشحات وهاني والدبيس مكان قفشة وخالد وعمر الساعي. آه، الشحات طبعا وهدف التعادل بأسيست من الدبيس، والتغييرات بتحدث التغيير بعد كده وتحرز التعادل اللي بيرجع المفروض الأهلي للماتش، والأهلي بيضغط تاني. هجمة واحدة وأخرى، ولكن رعونة من مروان عطية في التعامل اللي استعجل وشاط في كورة كانت ممكن تخلص بهدف تاني للشحات. لو باصة على اليمين اللي فاضي تماما كانت ممكن تخلص بهدف، ولكن مروان استعجل وشاطها تطلع ركنية. صحوة هجومية بعد كده من الأهلي، ولكن الدفاع بيشيل. بتروح علينا بهجمة لأورلاندو، هدف مستحق من فريق محترم بصراحة. يستحق الهدف التاني عشان يكسب بيه المباراة. وبعد كده الحكم يعني
بيلغي لنا هدف شرعي ملغي للأهلي، وهزيمة للأهلي على أرضه، وتذهب الصدارة لأورلاندو. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وشيروا لايك لأخوك مصطفى، وكومنت وانت معدي كده لحبيبك وأخوك مصطفى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.